انضم لنا النائب الدكتور مصطفى النجار. اهلا بحضرتك يا سياده النائب. وكنا بنتكلم في القرار رئيس الجمهوريه. مبروك، المجلس رجع الحمد لله. يعني مش مبروك لسه. المهم ان المكافآت اللي وقفت هتاخدوها باثر رجعي ولا خلاص كده؟ يعني ايه مش مبسوط ان المجلس رجع ولا ايه؟ اعتقد يعني الموضوع عشان نتكلم فيه بشكل موضوعي في شقين، في شق قانوني وفي شق سياسي. انا اولا يعني احنا احد اهداف الثوره ان مصر تبقى دوله قانون، ففكره تجاوز اي حكم قضائي او اهدار القانون فكره مرفوضه، حتى ده لو صالحنا كافراد ان احنا نرجع تاني المجلس او كده، لا يعني دوله القانون قبل اي شيء. ف أنا مش خبير دستوري ولا خبير قانوني عشان أقول اللي حصل ده إيه أسانيده القانونية، لكن أنا كنت منتظر إن القرار الجمهوري يتضمن مثلا مذكرة أو بيان بالأسمية والدستورية اللي اعتمد عليها الدكتور محمد مرسي في هذا القرار، لأن إحنا مش عايزين كأعضاء برلمان يتم اتهامنا إن إحنا يعني تجاوزنا دولة القانون، أو حتى يتم اتهام الرئيس المنتخب إن هو تجاوز القانون، فده شيء مهم ويجب أن يصدر. في نفس النقطة برضه موضوع الشق القانوني، يعني أعتقد إن مصر دلوقتي وده اتكرر الفترة اللي فاتت كل شوية كم يعني معلش في اللفظ اللي هقوله كم الفتشي القانوني اللي بيحصل، كم الفتشي فعلا اللي هي آراء فعلا في فتشي فتشي مش طبيعي، يعني فعلا مش طبيعي، ناس يمين قوي وناس شمال قوي. لكن أنا يعني للأسف أشعر إن القضاء تم تسييسه في بعض المراحل من مراحل الصراع بين المجلس العسكري والإخوان، فيجب يعني هل حكم المحكمة الدستورية العليا مسيس؟ التوقيت بتاع حكم المحكمة الدستورية والطريقة اللي تم حجز بيها القضية للحكم قبل انتخابات الرئاسة، كل الحاجات دي ألقت بشكوك حوالين المسألة دي. لكن احنا في الأول وفي الآخر لازم نتفق إن لا يجوز لأي سلطة أن تتغول على سلطة أخرى، ويجب أن نتفق إن ولا رئيس الجمهورية ولا السلطة التشريعية ولا النواب ولا أي حد له أن يتجاوز القانون. ده في الشق القانوني احنا منتظرين الأسانيد القانونية حتى لا نتهم إن احنا تجاوزنا القانون. الشق السياسي أنا شايف إن يعني إذا كان هناك أسانيد قانونية ودستورية تخرجنا من هذا المأزق القانوني، شايف ان اللي حصل ده هو حل وسط، يعني بيعتبر يعني نوع من انواع الموائمات. لكن هل يجوز، انت بتقول انه ده ممكن يبقى تغول على القانون، لكن هل يجوز؟ انا فصلت بين الجانب القانوني ده اتكلمت فيه، وهو ده الجانب الاهم بالنسبه لي، لان انا يعني اقدس فكره سياده الدوله وسياده القانون، ودلوقتي بتكلم في الشق السياسي. طب هل في الشق السياسي يجوز ان احنا سياسيا نبني حل وسط على موقف مرفوض قانونيا؟ لا، يعني إذا ثبت إن الموقف ده يعني بشكل حقيقي قانونا غلط، أكيد طبعا إحنا مش بنبني موقف سياسي عليه، لكن إحنا بنتكلم على الواقع، مش عايزين نتكلم على القانون والتفسيرات المختلفة، نتكلم على الواقع. معروف جدا إن من فترة طويلة في تفاوض بين المجلس العسكري وبين الإخوان المسلمين وبين الدكتور محمد مرسي، سواء بين الإخوان المسلمين كجماعة، وفي يعني سر بكلام عن لقاءات المهندس خيرت الشاطر مع ناس ممكن يبقوا متفقين. يعني احنا عارفين ان في تفاوض، هل هو ده نتيجة التفاوض او نتيجة الاتفاق ده ما نعرفوش، والساعات اللي جاية هتقول ايه الحقيقي. لكن رؤية الناس هتبقى مختلفة، الناس شايفة ان ده قرار ثوري بامتياز، وان كده الرئيس مرسي بيستعيد صلاحياته، وان هو كده بيتحدى المجلس العسكري، ده قطاع من القطاع الثوري. الناس شايفة ان دوت اسقاط للقانون واسقاط لهيبة احكام القضاء، وده اختلاف طبيعي. لكن اللي انا نفسي ان الناس دلوقتي يعني تبقى فيه ان هي ما تزايدش على بعضها، ما تخونش بعضها، مش كل واحد يعني معلش انا اسف بس ده حصل. هو ده حصل. انا اسف جدا والله، كان نفسي هو ده حصل، بس احنا دلوقتي يعني إذا كان أهل القانون نفسهم وفقهاء الدستور، في ناس بتقول الكلام وبتقول نقيضه برضه. وفي نفس الوقت عايز أقول حاجة، الوفد عايز أقول حاجة برضه، يعني عشان برضه الناس اللي بتتكلم في القانون قوي دلوقتي، الناس دي برضه ما سمعناش صوتها في لحظات كتير كده كان بيتم يعني وطء القانون بالحذاء، فده كان شيء بالنسبة لي مثير للاستغراب. الوفد من شوية يدعو لحشد كافة القوى لإلغاء قرار مرسي بعودة البرلمان. الكرامة، حزب الكرامة، عدم تنفيذ مرسي لأحكام القضاء يؤدي للحبس أو الغرامة
او العزل. احنا قبل الفاصل كنا هنتكلم على مجلس عسكري بقى، يعني ايه ردود الفعل، يعني ايه اللي المفروض يحصل؟ هل احنا في صدام؟ هل المجلس العسكري من حقه انه يعقد الاجتماع بدون حضور الرئيس؟ وهل الرئيس هو القائد الاعلى دلوقتي ولازم يحضر الاجتماع ده؟ ولا ايه ردود الفعل اللي انت بتتصورها دكتور عمار؟ والله احنا يعني منذ الانتخاب ولاحظ ان في مصطفى النجار خبثه اللذيذ اللي قال لك ايه؟ قال لك في اتفاق. لا ما هو طبعا شوف، احنا بص اقول لحضرتك حاجه، من الكوارث التي كنا نعاني منها قبل الثوره هو الغموض. كنا نفاجأ بقرارات فوقيه لا يعرف الشعب عنها شيء، وكان البعض احيانا حين تطرح الصحافه شخصا وتقول ان هذا هو الاكفأ لاداره مثلا الوزاره الفلانيه في هذه اللحظه، يتم ابعاده تماما والتنكيل به والاتيان بشخص اخر وهكذا. صحيح. الثوره جزء من، لما اتكلم عن الحريه، جزء من الحريه الشفافيه، او الشفافيه شرط من شروط صيانه الحريات العامه. تمام. فايضا لم نرى شفافيه كثير من الاتفاقات. في قرار مين؟ ايه؟ في قرار الرئيس ولا في قرار؟ لا، شفافيه في على مدار سنه ونصف. كثير من القرارات اتعملت في الغرف المغلقه وفوجئ بها الشعب. زي مثلا من في الشعب المصري، هات لي واحد بس كان بيرى لحظه ما هو متوجه الى لجان الاقتراع للاستفتاء على 9 مواد في الدستور ان المجلس العسكري يعمل اعلان دستوري ب 63 ماده. وكم واحد كانوا يقولوا ان المجلس العسكري هيغير كلمه اختيار الانتخاب وبناء على اتفاق مع من؟ وكم واحد فهم لماذا اختار المجلس العسكري في النهايه بناء على رغبه الاخوان النظام الانتخابي الذي اجري على اساسه انتخاب مجلس الشعب؟ ولا حد. فالان برضو كل الاحتمالات وارده، يعني اللي بيقولوا بس انا يعني ايه مش انت موافق على اللي بيقوله دكتور مصطفى؟ في قدر من يعني شوف الشكوك فيما يجري ووجود تفاهمات متتاليه تجعل اي حد ممكن يستنتج هذا. لكن انا بقول ان في 3 سيناريوهات عقب الاعلان عن انتخاب مرسي او اعلان عن فوز الرئيس الدكتور محمد مرسي. اما ان يحدث صراع بين الاخوان والمجلس العسكري، واما ان يحدث تحالف يتحول فيه المجلس العسكري الى الذراع الامني لجماعه الاخوان السياسيه، المسلمين السياسيه، وتتحول جماعه الاخوان الى الذراع المدني للمجلس العسكري على غرار التجربه الباكستانيه. والمساله الثالثه هي التوافق الذي يعني أن ينفتح الإخوان على بقية القوى السياسية وعلى الشعب المصري في شفافية كاملة، ويتعاملوا مع القوات المسلحة باعتبارها جزء من المعادلة الوطنية ولا غنى عنه. السيناريو الثالث ده هو العظيم جدا، هو ما لا يجري الآن. ده الحلم وهو ما لا يجري الآن في حقيقة الأمر. وكل ما قيل فيه من وعود وتطمينات وكلها خطابات إنشائية وكلام انتخابي زائف ينتهي الآن. صحيح. يبقى سيناريوهان: الصراع أو التحالف. أنا شايف ومن زمان بقول أن السيناريو الكارثي لمصر هي التحالف بين الإخوان وبين المجلس العسكري، وليس العكس، وليس الصراع. سيادة النائب محمد أبو حميد، أنت شايف إن هم دلوقتي متحالفين ولا متحالفين؟ لا أنا شايف إنه في حالة صراع. في حالة صراع. طبعا. طيب. يعني أنا لكن هو يعني مع ان هم ايه يعني إيه لما يتخانقوا ما يتفقوش علينا بقى. يعني لو اتفقوا يعني احنا الضحيه. انا هقول لك حاجه، يعني انا متفق جدا مع الطرح اللي قاله الدكتور، وانا مش متخيل ان المجلس العسكري هيدخل في صدام بمعنى بقى صدام مسلح وما شابه. يعني اللي انا شايفه من اول يعني المشاهد اللي ظهر فيها ان في اختلاف في وجهات النظر، ان المجلس العسكري بيتبع الاساليب القانونيه واللجوء للمحكمه الدستوريه العليا، الكلام وفكره انه القانون اللي بناء عليه تم حل مجلس الشعب. يعني كل اللي حضروا الاجتماعين الخاص بالتفاوض عليه يعلموا ان الحريه والعداله كان من الناس المصممين جدا على انه يتم دخول الاحزاب ضمن الثلث الفردي. دكتور مصطفى قال ده واتقال في الاجتماع من المستشار بجات وكان حاضر مش بصفه انه الكلام ده هيبقى غير دستوري، وهم اصروا على تمريره. اللي انا شايفه انه المجلس العسكري في وجهه نظري انا ومع احترامي طبعا لراي الدكتور مصطفى هو الان امام مسؤوليه صيانه القانون والدستور.
والاجراء ده انا يعني واخد براي الدكتور والمستشار ابراهيم درويش لما قال ان الكلام ده فجر دستوري. ده نصه اللي قاله، اظن قاله على قناه بس لا قال فجر، هو قال فجر كده، وقال مش بس يعني عرض الموضوع بقى يعني عرض، ما عرضهوش في اطار انه في تعدد في وجهات النظر. واظن المستشار هاني الجبالي وغيرها منهم يعني من المستشارين والقضاه وما شابه قالوا الراي ده. وانطلاقا من كده انه يعني الحاصل ان المجلس الاعلى الآن لابد أن يعلن انحيازه لدولة الدستور والقانون، مش بانقلاب عسكري، لأن الكلام ده أظن المجلس العسكري بس يعني أوعى يعني من إنه يعمل دوت. يعني مفيش حاجة دلوقتي اسمها انقلاب عسكري يعني هينزل بدبابات ويعمل. محمد، انتوا يعني دايما كنا بنسمع من القوى الثورية كلام حوالين احنا مش في شرعية قانونية دستورية، احنا في شرعية ثورية. أنا ما وبالتالي يعني المناخ العام يعني مصطفى اللي قال من اول استفتاء احنا ولا مشينا في شرعيه دستوريه ولا شرعيه قانونيه. من اول استفتاء مارس ده ومن اول ما كان الاخوان بعد ما كانوا اخر ناس دخلوا، كانوا اول ناس خرجوا من الميدان وبداوا تفاوض، وهم قالوا ان احنا ما فيش شرعيه ثوريه. هم بيستدعوا الشرعيه الثوريه كل ما يتزنقوا، لكن غير كده ما هو الرئيس نفسه جه في ظل انتخابات بينظمها الاعلان الدستوري، واقسم اليمين معترف بالاعلان الدستوري المكمل، وفي ظل الاعلان الدستوري المكمل يعني ففكره شرعيه ثوريه ليست شعار هيرفعه واحد. يعني هل هي على الارض؟ هل فرضت على الارض بان الشعب اراد شرعيه دستوريه زي مشهد 11 قبل تنحي النظام السابق؟ هل في عندنا الحاله دي؟ مش عندنا. والاخوان اللي انا شايفه لما نزلوا حتى بعد النتيجه الاولى للجوله الاولى من انتخابات الرئاسه، نزلوا في الميادين وطلعت نغمات شرعيه ثوريه. لما لقوا ان الناس هتتكلم في اتجاه مجلس رئاسي وبتاع، مشيوا من الميدان لانهم مش عايزين كده اصلا. زي برضو بيقول الدكتور عمار انه يعني المصطلحات والقانون بيستخدم حسب الهوى والمصلحه. طيب احنا معانا الدكتور عبد الغفار شكر لحزب التحالف الاشتراكي. نعرف بس مواقف الاحزاب. التليفون فصل؟ طيب بعد شويه. طيب هكمل معاك النقطه دي. اذا المجلس العسكري داخل في انت بتقول صعب جدا ان هو يتدخل عسكريا وحاجات زي كده، المجلس صعب مش هيعمل كده. مش هيعمل. طب ايه البدائل اللي قدامه؟ يعني النهارده في الاجتماع هيناقشوا يقولوا ايه؟ البدائل القانونيه. هو النهارده في اظن في تصريح للدكتور البلتاجي قال ان دي الخطوه الاولى لتجميد الاعلان الدستوري المكمل، يعني تم طرحها في الاطار ده. هو قال كده. فهي الفكره بقى احنا في الاجتماع القبل اخير قبل ما يتم حل البرلمان، الاجتماع قبل الاخير من اجتماعات المجلس العسكري مع القوى السياسيه، كان اتقال انه المجلس هل من حقه يطلع اعلان دستوري ولا مش من حقه. وكان حاضر الحريه والعداله وكان حاضر حزب النور، وقالوا انه من حقه دون استئذان البرلمان، بس هم يروا ان الراي العام وقبول الراي العام ان سيبونا احنا نطلعه في شكل قانون وما شابه يعني. فالنهارده هم عايزين يسقطوا حق، لأن الإعلان الدستوري المكمل طلع أصلا قبل انتخاب الرئيس. وأنا واخد برأي يعني زي ما قلت لحضرتك الدكتور إبراهيم درويش وغيره من اللي قالوا إن ده فجر دستوري وليس فقط إنه حاجة مخالفة يعني. وبالتالي يقدر باستخدام الأساليب القانونية إن يتم استشكاله، والقرار رئيس الجمهورية يتم إيقافه. طيب دكتور عبد الغفار شكر، رجع لنا تاني. مساء الخير يا دكتور عبد الغفار. ألو. ايوه يا استاذ. اهلا يا دكتور، ازي حضرتك؟ احنا ازاي صح. الله يخليك يا فندم. دلوقتي موقفكم يعني كحزب، يعني عندنا الوفد بيدعو جميع القوى للوقوف ضد قرار الرئيس. الكرامه بيقول ان ده يعني عقوبته الحبس او الغرامه او العزل لرئيس الجمهوريه. موقفكم ايه الحزب يا دكتور؟ اولا حيي للدكتور عمار والدكتور محمد ابو حامد والدكتور مصطفى النجم. استاذنا ربنا يخليك ويطول في عمرك يا رب. ثانيا ما تعتبرش الكلام اللي هقوله ده هروب من الموقف، احنا لسه كحزب ما حددناش موقف، لكن انا شخصيا الاحظ منذ يعني صدر القرار وحتى الان على شاشات معظم القنوات شاهدت ما يجري من صراع فكري وسياسي بين المؤيدين للإخوان والمعارضين للإخوان. الأمر تحول إلى مناظرة وإلى مواجهة فقد فيها الكثيرون يعني الصواب في وجهة نظري. الدكتور إبراهيم درويش يدعو المجلس العسكري للقيام بانقلاب عسكري فورا ويعتبره انقلاب دستوري، وكأننا لم نتعلم من التاريخ. أنا في رأيي أن البلد الآن في حاجة إلى صوت عاقل
يبحث عن مخرج من هذا المأزق قبل ما نشتم بعض وقبل ما نهاجم بعضنا وقبل ما نقول انا مع وانا ضد. احنا كنا بنعيب على انه المجلس العسكري عندما اصدر قراره باعتبار مجلس الشعب منحل تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية، كنا بنقول ان المحكمة الادارية العليا هي اللي احالت القضية الى المحكمة الدستورية، وكان يجب ان يعود اليها الحكم لكي تقول رأيها في كيفية تنفيذه. ده كلام. انا بدعو الى الطعن على القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب امام القضاء الاداري، وان يقبل الجميع حكم القضاء الاداري في هذا الشأن بالحل او عدم الحل. الوحيد العاقل الذي يخرج البلاد من المأزق اللي احنا فيه، صدق مش صح تبادل فعلا. اتهامات وتبادل الشتائم وكل واحد يعزز موقفه. دكتور عبد الغفار انا بشكرك شكر جزيل لان ده حل فعلا يعني مناسب جدا وعاقل جدا. مجلس الدولة طالما اوقف قرارات. شكرا جزيلا دكتور غفار. طيب يعني ده حل دكتور مصطفى النجار، حل مناسب يحسم المشهد. بس بكره في قضيه مش كده؟ بكره 9 القضيه اللي منظوره بكره بس يعني حتى لو صدر حكم ممكن يطلع عليه استشكال وكده. انا عايز اقول نقطتين. مش وافق على الحل ده بتاع المحكمه الاداريه العليا هي اللي لا يعني هو ربما يكون حل، لكن مين هيعترف ان هو ده الحل الوحيد او يرضخ ليه؟ انا عايز اقول نقطتين في سياق الناس اللي بتدعو الجيش يعني للانقلاب. يرضخ ليه بس يعني نعم هيجي لك للانقلاب. يعني المحكمه نودي الحكم المحكمه الاداريه العليا تفسره لنا وبعدين يطلع تفسير وبعدين الناس ما ترضخش برضه لحكم. لا مش تفسير، ده مش تفسير. في دلوقتي احنا في حاله يعني اهتزاز للثقه تمام في مؤسسات القضاء عند قطاعات كبيره من الناس بسبب ما يعني تم وضع القضاء فيه من شبهات التسييس او استخدام القضاء في الصراع ما بين الاخوان وبين المجلس العسكري. فعشان كده بقول لحضرتك ان الحكم اللي هيصدر غدا مش هيبقى هو الحكم الفاصل. ان هو هيحسم القضيه. لكن انا عايز اتكلم على النخب المدنيه والنخب الليبراليه اللي فوجئنا ببعض رموزها طالعين بيطالبوا الجيش بانقلاب عسكري لحمايه الدوله وكده. انا مش عارف يعني هل اصاب هذه النخب يعني الجنون ام الخبل؟ هم عندهم كراهيه للاخوان وعندنا اختلاف مع الاخوان، لكن عشان احنا كارهين الاخوان فنقول لمجلس عسكري اعمل انقلاب عسكري. فحاجه بصراحه يعني فعلا تتساقط فعلا الاقنعه، لكن يعني مستوى فعلا من يعني النقوص غريب يعني. فانا بدين يعني كل هذه النخب التي طلبت المجلس العسكري بالانقلاب على الشرعيه الموجوده. دي نقطه. النقطه الثانيه، القانون في مصر للاسف صار مثل يعني قميص عثمان. قميص سيدنا عثمان ساعه الفتنه كله رفع قميص عثمان وكله بيقول انا اللي معايا الحق وانا اللي معايا كده، وفي الاخر كله بيبكي. وزي ما المثل بيقول الكل يبكي فما الذي سرق المصحف. ما هو الناس برضو اللي هي دلوقتي بتقول ان ده غلط. طب انتوا كنتوا ساكتين ليه ساعه الاعلان الدستوري المكمل؟ هل الاعلان الدستوري المكمل كان صح؟ ليه ساعتها لم تجهروا يعني بالحق؟ الناس اللي بتقول دلوقتي ان هو يجب محاكمته ويجب. الاخوان كانوا ضد الاعلان الدستوري من البدايه. لا انا بتكلم على النخب القانونيه والدستوريه اللي طالعه دلوقتي في كل الفضائيات وطالعه في تصريحات يعني عنيفه جدا. ما سمعناش نفس الصوت دوت ساعه يعني لما القانون ولما الدستور تم وطئه بالاحذيه. مع احترامي الكامل ليهم كلهم، يا اما اخد موقف متسق يا اما يعني في حاجه. القانون ده بالنسبه لي شيء مقدس والدوله مقدسه. ما ينفعش ان انا احدد موقفي من القانون واحدد موقفي من الدوله على اساس الاختلاف السياسي مع تيار معين. انا دلوقتي بكره الاخوان المسلمين ومختلف مع الاخوان المسلمين، فلو في حكم قضائي جاء ضدهم انا ببقى مبسوط، لو حكم قضائي جاء ليهم انا ببقى متضايق. ده نوع من انواع الانفصام وشيزوفرينيا. لازم يعني ودوت كمان بيسقط كل هذه النخب، لان هو لازم يبقى في مواقف متسقه. هو اما انا مع القانون اما انا يعني مع سياده الدوله لا يتم اهدارها، مش عشان هي جت على هوايه تم اهدارها المره دي وبعدين نعمل بالعكس. طيب دي اكتر حاجه بتحصل دلوقتي. انا معانا الدكتور كمال حبيب المفكر الاسلامي. مساء الخير يا دكتور كمال. مساء الخير للصلاح. الله يخليك. لحضرتك وتحياتي لضيوفك. الله يخليك. احنا في المشهد ده يعني طبعا الدنيا منقسمه ما بين يعني تأييد لقرار الرئيس واعتراض على قرار الرئيس وسيناريوهات مختلفة. انت شايف المشهد ازاي؟ والله انا شايف طبعا المشهد الان يعني هو اول جزء صراعي في العلاقة بين سلطة الرئيس وبين المجلس العسكري. بمعنى ان الرئيس المنتخب
الدكتور محمد مرسي جاء وأظن أشار في مرات عديدة في خطاباته أن المؤسسات المنتخبة التي جرى حلها سوف تعود مرة أخرى. تمام. أظن أنه هو أشار إلى قال كده في جامعة القاهرة. طبعا أشار في مرات عديدة، وأظن قاله في عدة مواضع يعني. فكأنه كان يعني كان في هذا الوقت يشير إلى أنه سيأخذ قرار في المستقبل بعودة هذه المؤسسات التي جرى انتخابها، ويرى أن مسألة الأمر بحلها وليس حكم المحكمة الدستورية العليا، إنما هو يرى أن تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بالحل هو قرار إداري من جانب المجلس العسكري، وهو الآن يعني يستعيد هذا القرار ويعيد مرة أخرى. ما هو يعني دكتور كمال، مش حكم المحكمة الدستورية، يعني الحكم ده بيتنفذ من تلقاء ذاته ولا بيتنفذ عبر جهة إدارية؟ يعني أنا ما باخد حكم مثلا إن أنا أتمكن من شقة، بروح للاسم الشرطة وفي هيئة تنفيذ أحكام بتروح تنفذ لي الحكم، أو تروح يعني المجلس أو بلطجية دي أسهل. لكن مجلس عسكري هو نفذ حكم باعتباره قرار، يعني هو جهة تنفيذ لهذه الأحكام. هو على أي حال أنا شايف أن الدكتور مرسي الآن يعني يدخل معتركا، أظنه معترك مبكر، يعني كان يعني هو في قدر من الاستعجال في المواجهة مع المجلس العسكري لاستعادة الهيئات المنتخبة من الشعب لعملها، لأن أنت عندك بعد كده المجلس العسكري في يده سلطة التشريع. ممكن المجلس العسكري في المستقبل إذا حلت مثلا الجمعية التأسيسية يصدر هو قرارا باختيار جمعية تأسيسية ثم عمل دستور ثم كذا. يعني إذن الموجود الآن هو استباق لقطع الطريق على المجلس العسكري إن هو نجح في هذه الخطوة على إن المجلس العسكري يكون له يد في مسألة التشريع في المستقبل حول إمكان عمل الجمعية التأسيسية ثم تشكيل الدستور. بص يا دكتور، احنا مش عايزين المجلس العسكري يشرع ولا حاجة، واي واحد يعني مهتم بفكره الدوله المدنيه مش عايز المجلس العسكري يشرع حاجه، لكن في نفس الوقت من الصعب على ناس كتير القبول بفكره انه رئيس الجمهوريه يعني يبقى هي دي طريقته في استعاده المجالس المنتخبه، انه يبقى بقرار اداري برضه. انا معاك يا استاذ خالد في هذه القصه، وانا اعتقد ان الرئيس ربما يكون قد استعجل في هذه الخطوة، وأن الظروف حتى الآن لم تكن مهيئة لدخول في صراع مبكر حول هذه القصة. وحتى لما بشوف الفقهاء الدستوريين بيختلفوا حول القرار بين من يؤيده زي المستشار أحمد مكي مثلا وهو من كبار القضاة، وبين من لا يؤيده، بيعيدنا مرة أخرى إلى مسألة استقطاب داخل المجتمع لم يكن المجتمع في حاجة إليها في ذلك الوقت. صحيح. ومن ثم رغم أننا مع قرار الرئيس ومع عودة الانتخاب ومع عودة المؤسسات المنتخبة مرة أخرى، لكن هناك أيضا عايزين، يعني أنا أرى أن يبقى الفضاء الدستوري والقانوني هو فضاء السجال السياسي والصراع السياسي بعيدا عن أي أشكال أخرى، بمعنى أن ممكن قرار الرئيس اللي هو قرار الإداري يمكن أيضا التعقيب عليه قضائيا أو قانونيا، طبعا يروح المحكمة. تبقى على الأقل في هذه المرحلة مسألة أن يكون يعني صراع في داخل المسألة القانونية والدستورية بعيدا عن أي أشكال أخرى. تمام. شكرا جزيلا دكتور كمال حبيب. بعد الفاصل هناخد بس تصورات بقى ختامية، احنا رايحين فين، هنروح فين، الكلام ده. بس خدوا بالكم ان انتوا لخبطوني. يعني انا دلوقتي قدام ان مكتب الارشاد اللي طلع القرار ربما وبعتوه بالليل مثلا للرئيس انه في اتفاق مع المجلس العسكري، لا مفيش اتفاق. يعني احنا برضو مسيطره علينا حاله الارتباك، في نقص معلومات. الارتباك الشديده. احنا
مش عارف لو الشباب يتابعونا المجلس العسكري خلص ولا ما خلصش لحد بعد الفاصل، شوف المجلس هيعمل ايه، ده اللي هيحدد. المجلس العسكري في الحقيقه هو اللي هيحدد اذا كان في تحالف ولا مفيش تحالف. المهم ان البلد تستقر وعايزين نعيش بعد الفاصل. الاستاذ حمدين صباحي قال في تصريحات من شويه قرار اعاده البرلمان اهدار لدوله سياده القانون. وفي احد القضاة المحترمين بعت لي رساله بيقول القرار الجمهوري نص في مادته الثانيه على عوده المجلس المنتخب فقط ولم يشر الى عوده المعينين ايضا، وده عوار في القرار. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى الامتناع العمدي عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ حتى لو كان الحكم خطأ، جنحة يعاقب مرتكبها بالحبس والعزل من الوظيفة. لا هو يمكن الدكتور مرسي اتكلم عن المنتخبين عشان هو هيعين العشرة المعينين بدل المجلس العسكري. الموضوع واضح يعني. لا هو ما فيش عوار، هو في مكر يعني. طيب في دقيقة كده لكل واحد، دكتور مصطفى النجار، المجلس هيعمل ايه؟ في رأيك الاجتماع لسه ما خلص، وواضح طبعا مناقشة حامية جدا. ما اعرفش بقى هل هيشاوروا الرئيس مش هيشاوروا الرئيس، هيكلموه في التليفون، هيقولوا له تعالى، هيروحوا له، ما الله اعلم. لكن ايه بقى يعني ايه بكره مصر يبقى شكلها ازاي؟ يعني لا اعتقد ان هذا القرار صدر بدون توافق مسبق، دي توقعاتي. لا تعتقد؟ لا اعتقد، لان هو من الصعب جدا او من المستحيل ان يصدر هذا القرار بشكل منفرد، لما يعني يحمله من خطوره شديده اذا كان خروجه بشكل منفرد. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه اللي انا متوقعه ان يعني هيحصل نوع من انواع التكييف القانوني للوضع القائم، وهيعتبر البرلمان زي حكومه تسيير اعمال، يعني برلمان مؤقت لغايه وضع الدستور. وده انا بقول ان هو برضو بيمثل موائمه سياسيه، ومش بقى كلمه صفقات وكده، لا هو موائمه سياسيه. والمجلس العسكري اعتقد هيحتوي الموقف ده اذا لم يكن يعني شريك في صناعه هذا الموقف. انت كده بتخوف الدكتور عمار، لا انا بقول الدكتور عمار لو اتفقوا مع بعض هي دي اللي احنا ده السيناريو الكارثي. لا انا توقعاتي كده، لان اللغه اللي اتكلم بها الدكتور مرسي مع القوات المسلحه سواء في خطاب جامعه القاهره او في الهيكستيب، يعني ما تقولش ان هيحصل صدام يمكن لكل مقام مقال، يعني شاف حاجه تانية. مش شايف كده، يعني انا مش شايف كده، شايف ان الدنيا هتمشي، مش هيبقى في مشكله، هيحصل نوع من انواع التكييف وايجاد المخرج القانوني. والناس اللي هي قاعده بتشتم دلوقتي في القرار هتطلع بكره تشيد بيه. كويس ان المجلس العسكري اتفق مع الرئيس. المجلس العسكري وكده ويعني احنا الايام بينا وادينا هنشوف لكن اللحظات فعلا يعني كاشفه وفارقه، وكل يوم يعني بيحصل فرز، وكل يوم الناس بتعرف مين اصحاب المواقف ومين الناس اللي بتتلون طبقا لهواه السياسي. هو اسوأ حاجه في مصر دلوقتي الناس اللي قدرهم جابهم ان هم يبقوا معارضين الاثنين مع بعض، المجلس العسكري والاخوان. ليه انا معارض الاثنين؟ بالعكس دول اللي واضحين من الاول، وده اللي هنتكلم فيه. طيب سيدنا محمد ابو حامد. والله انا مش شايف ان كان في تنسيق مسبق، وفكره الانقلاب العسكري والكلام ده غير وارده اصلا، لان المجلس لو عايز يسلك الطريق ده كان عمله من زمان. وفي نفس الوقت التجربه اللي على الارض بتقول ان اي انقلاب عسكري في الاخر ما يعني مش هيكسب وهيعمل عزله بكل المعاني دي. يعني انا شايف انه المجلس من الاول كان بيتحرك مع الادوات القانونيه، وانه هو المعركه دلوقتي مش معركه المجلس العسكري مع الاخوان، هي المعركه دي زائد معركه الدستور والماده الثانيه اللي بقى لها يومين دي معركه الشعب. وفي وجهه نظري انا انه الشعب اذا كان عايز يؤصل لفكره سياده القانون واحترام الدستور وعدم ظهور نظام اسوأ من النظام السابق، لابد الشعب هو اللي ينزل ويفرض كلمته ويقول انه بيعترض على انه الرئيس يطلع قرار ضد الحكم القضائي صدر من اعلى هيئه قضائيه في مصر، المحكمه الدستوريه العليا. نعم. انا رايي ان الرئيس مرسي وجد ان حصول المجلس العسكري على السلطه التشريعيه قد تعرقل قراراته وتحد من صلاحياته. ابسط مثال ان المجلس العسكري استبق الانتخابات واقر الميزانيه الجديده
اصبح الرئيس غير قادر على اعتماد اي اموال حتى لتلبيه المطالب او الوعود. خطه ال100 يوم. خطه ال100 يوم. دي غلاسه برضه. هو يريد صراحه هو احنا نتكلم عن الدوافع والاسباب. هو يريد ايضا حمايه الجمعيه التاسيسيه بشكلها الحالي اللي فيه عوار وفيه مشاكل، وهي جمعيه اغلبها لا يليق بوضع دستور، لكن هو يصونها بدليل ان هو ربط بقاء مجلس الشعب المده محدده بالانتهاء من الدستور ومن قانون مجلس الشعب، وكأنه أراد أن يقول لنا عليكم أن تصمتوا أمام عمل هذه الجمعية حتى لتنتهي من عملها، ونقر الدستور إذا أردتم لهذا البرلمان أن يرحل. فأنا أعتقد أن دي كلها أوراق تفاوضية بيتم استعمالها في اللحظة الراهنة. في عنصر مهم جدا لا يجب أن نغفله، هو الدعم الخارجي. تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية اللي أيدت القرار، وهيلاري كلينتون جاية، والسفيرة الأمريكية في لقاء باحتفال بيوم الاستقلال قالت كلام يؤدي إلى هذا الطريق. وأنا لا أعتقد أن أي ركن من أركان السلطة في مصر يتصرف بعيدا عن النظر إلى الخارج. الآن النتائج هذا، يعني الأمريكان موافقين على قرار السيد الرئيس. يحصل كالتالي: إذا حصل موائمة أو اتفاق حول أمر ما قد ودي حاجة حلوة ولا يمكن وحشة الأمريكان يوافقوا؟ إيه؟ حاجة حلوة لا حاجة وحشة، حاجة زي الزفت، لأن الثورة دي كانت عايزة استقلال القرار الوطني. إحنا كده القرار الوطني برضه مرتهن، والقوى الرأسمالية الطفيلية المتحكمة في رقاب الشعب المصري لا تزال على حالها. أنا شلت أحمد عز وجبت خيرت شاطر مثلا، شلت سين وجبت صاد، والشعب المصري فقير ومطالب العدل الاجتماعي غير قائمة. والولايات المتحدة الأمريكية تريدنا دولة تابعة ودولة غير مكتفية، وتريد لمصر أن تظل راكعة، والإخوان في سبيل بقائهم في الحكم والمجلس العسكري هو تابع للولايات المتحدة. يعني احنا أمام قوتين تابعتين، العسكر والإخوان، للقوى الخارجية، وممكن يراهنوا على المصلحة الوطنية بها. والتيار الآخر اللي ممكن ينظم نفسه الآن، اللي هو بيدور على استقلال القرار الوطني والعدل الاجتماعي والاكتفاء الذاتي والتنمية الذاتية والمستقلة، هذا التيار هو المتشرذم والغائب. نتائج ما جرى الآن إما أن يحدث توافق بين الاثنين ولو مرحليا حول توزيع اختصاصات، أو يحدث كالتالي: رئيس مرسي قد لا يستطيع أن يدير الدولة على الأقل من الناحية الأمنية دون تنسيق مع هذه الأجهزة، أو ما نسميها الدولة السفلية أو العميقة، ومنها القوات المسلحة وأجهزتها والأجهزة الأمنية. وإذا أراد أن يستبدل هذا بالاستعاضة بتنظيم الإخوان في موضوع المرور وجمع القمامة، هنا يصور الأمر أمام العالم أو أمام القوى، أمام الشعب المصري، وكأن دي دولة داخل الدولة. وبالتالي رغم هذا القرار من الناحية الشكلية، هذه مسألة قد تحلها المحاكم، لكن من ناحية السياسة والفعل على الأرض دي بتحلها صراعات القوة. وحساب كل طرف لمكاسبه وخسارته. أنا آخر كلمة هقولها: لا تزال رقعة الشطرنج تنتظر تحريك بيادق وقطع أخرى، وكلنا أحجار على رقعة الشطرنج. يا دكتور، مش لما تعملوا ثورة تكملوها؟ يعني لازم تسيبونا كده في النص. ثورة كانت طيبة. ثورة كانت طيبة للأسف. شكرا جزيلا دكتور مصطفى النجار، سيادة نائب محمد أبو حامد، دكتور عمار علي حسن، بشكركم شكرا جزيلا. التطورات طبعا هتستمر، بعد شوية يمكن نسمع قرار المجلس العسكري. متواصلين طبعا النهار في التغطية، وبكرة إن شاء الله حلقة جديدة، ونشوفكم على خير.